رعى وزير التربية والتعليم حفل إطلاق وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم، والتي تعنى بتجويد التعليم في المدارس للوصول إلى خدمات تعليمية مميزة. جاء إطلاق وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم حرصا من الحكومة على تجويد التعليم والمخرجات التعليمية وتوفير الحلول للمشاكل التربوية وتوفير الدعم والتوجيه لتحسين النظام التعليمي. هذه الوحدة هدفها تقييم المدارس وبمعايير موضوعية. أولا تبدأ المدرسة بتقييم نفسها ب20 مؤشر لهم علاقة بالطالب والمعلم ونوعية والبيئة المدرسية وطريقة التعلم والتعليم وما إلى ذلك، وانخراط أولياء الأمور في الموضوع. وبعد ذلك تقوم هذه الوحدة بتحديد الأولويات والعمل عليها مع المدرسة لتحسين أدائها. وتقوم الوحدة بعدد من الإجراءات تتعلق بالزيارات الاستطلاعية والتقييمية للمدارس وإعداد التقارير بذلك للعمل على التحسين والارتقاء في العملية التعليمية والتعلمية. المقيمين بيقوموا بزيارات تجولية في المدرسة كاملة، بيطلعوا على واقع المدرسة منذ ما قبل الطابور الصباحي وحتى نهاية آخر حصة، إضافة إلى أنهم بتجولوا وبيحضروا حصص عند المعلمين وبيقيموا الواقع. المقيم يقيم ويضع ملاحظات، نقاط قوة ونقاط الضعف، ويضعها أمام مدير المدرسة وأمام مدير التربية والتعليم. وتضمن حفل إطلاق الوحدة جلسة نقاشية بشأن قضايا التعليم والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وعرض فيلم بعنوان نحو تعليم أفضل. وتهدف وحدة جودة التعليم والمساءلة بشكل أساسي لتحسين العملية التربوية وتطويرها وفق معايير محددة وعلى مستويات 3: المدارس ومديريات التربية ومركز وزارة التربية والتعليم. إيناس الكايد، التلفزيون الأردني.